هتفضل كيكة الشوكولاتة الأصلية الكلاسيك اللي من غير أي افتكاسات الخارجة من الفرن سخنة كده هي الأقرب لقلبي. تعالوا أوريكم بعملها ازاي، بس أهم حاجة تمشوا على نفس الخطوات بالظبط. في الخلاط هحط كوباية إلا ربع زيت على زبدة سايحة، وكوباية إلا ربع من السكر، مش هزود عشان الكاكاو هيكون فيه سكر، وهضربهم مع بعض لمدة 3 دقايق. وبعد كده هبتدي أنزل البيض بتاعي بيضة هنزل 4 بيضات كبار، وبعد ما هيضربوا معايا كويس لمدة دقيقتين هنزل ب4 أكياس من فانيليا كوكس وكوباية من اللبن. أهم حاجة بنعاير بنفس الكوباية، بعدين ننزل برشه من ملح كوكس تظبط لي الطعم، وهنزل بكوبايه من الدقيق المنخول. من اول ما بنزل بالدقيق بهدي الخلاط على اقل حاجه خالص، وبعدين هنزل معلقه كبيره من بيكنج باودر كوكس بشكله الجديد واقلبهم مع بعض. بعدين انزل بكوبايه من مشروب الشوكولاته من كوكس. زي ما قلت لكم هو فيه كل حاجه، فتاخدوا بالكم من السكر، وهعاير برده بنفس الكوبايه واقلبهم مع بعض كويس. وبس كده. هدهن الصينيه بتاعتي بزيت وشويه كاكاو على شويه دقيق، وبعدين احط الخليط بتاعي، وبعدين ادخلها الفرن. وطبعا الفرن بيكون متسخن من اول ما بدات الكيكه، ما بنفتحش طبعا عليها خالص طول ما هي بتستوي. وانا هكتب لكم تحت الفيديو كل التفاصيل اللي هتطلع لكم الكيكه خطيره كده، وازاي ما تهبطش منكم، وازاي تطلع معاكم مظبوطه بالسنتي. يلا هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. بجد يا جماعه طعمها عالمي، كلها ذكريات كيكه الشوكولاته دي بجد. نفس الخليط ده بالظبط عملت منه كاب كيكس وحشيته شوكولاته، ودي زينتها بالشوكولاته. يلا باي باي.